ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا مازن؟ بتلعب العمال كورة؟ يا يحيى، كان إحساس حلو قوي وأنا بشرح لهم وهم مبهورين. أول مرة أحس إن ممكن أبهر حد، أول مرة أحس إني مش خايف ألعب كورة. أحسن حد يشاور عليا ويقول اللي ما بيعرفش يلعب أهو. أنا حاسس إن عملت حاجات كتير أوي أنا بحبها وما بقتش أخاف من حاجة. على كده بقى انت دلوقتي أول مصري لعب كرة القدم، يعني ده ايجيبشن كينج الحقيقي. ممكن يا مازن تعلمني اللعبة دي؟ اسأل يحيى، أنا بتعلم بسرعة. ممكن ياسين، وبس الأول ننفذ الخطة اللي هقول لكم عليها وبعدين العبوا براحتكم. مولاي، الحرب في كل الجهات، مستحيل نحقق أي انتصار يا مولاي. معاك حق، لكن تفتكر مين في الأعداء دول ممكن يستنى علينا؟ لو هاجمت عدو واحد التاني هيستغل الفرصة وهيهاجمك وانت مشغول. شعوب البحر هزمت كل الدول اللي واجهتها، سواء في معارك برية أو بحرية، والقرار مش سهل. أي خطوة لجيش كلمة العظيم لازم تكون محسوبة بدقة يا مولاي. دقة وسرعة أيها القائد. لازم في أسرع وقت نكون مستعدين للقضاء على شعوب البحر لأنهم الخطر الأكبر، وبعدها نستمر في حملاتنا العسكرية لتأمين باقي حدود كيميت. أنت بتقول إيه يا يحيى؟ ده مستحيل يحصل. يا مازن، اللي انت هتعمله ده هيخلي اسمك يتكتب في التاريخ. اسمع بس كلامي ونفذه بالظبط.